لو بتدور على عربية تجمع لك بين الأناقة والعصرية والكفاءة في استهلاك البنزين وكل ده من غير ما تتنازل عن الأداء، العربية اللي هنتكلم عنها النهاردة مش أي عربية، دي MG HS الجديدة موديل 2026، النسخة البنزين والهايبريد. SUV متوسطة الحجم، شوية تصميم يبقى ليه حضور، تقنيات تخليك تحس إنك سايق حاجة من المستقبل، وتوازن بين الفخامة والسعر. فلو أنت بتدور على عربية تكون شاملة، يعني شكل، كماليات، أداء، استهلاك، خليك معايا لأن HS هتتفصل لها سطر سطر. أول ما تبص عليها هتلاقي لوجة تصميم جديدة ونظيفة. من الأمام شبكة MG المعتادة لكن متجددة، ومصابيح LED بتدي شكل عصري جدا، مع توقيع الإدارة النهارية اللي ما تغلطش. الخطوط الجانبية قوية وأنيقة، مع رويالز على السقف وأبواب بدون تفاصيل مبالغ فيها، كلها انسيابية مريحة للعين. من الخلف الرفرف المنحدر شوية يعطيها طابع كروس أوفر أنيق، والمصابيح الخلفية متصلة أو شبه متصلة بشكل يوحي إنها عريضة، ده بيزود مظهر القوة والاستقرار. بتيجي بجنط 19 بوصة تعطي حضور على الأرض، ومعاكم سقف بانورامي لو النسخة المجهزة، وده يخلي الإضاءة الطبيعية تدخل العربية ويكسر الإحساس بالضيق. النسخة البنزين اللكجري أو باترول أو تيربو، المحرك 1.5 لتر تيربو، القدرة الحصانية حوالي 169 حصان، عزم الدوران تقريبا 250 نيوتن متر. ناقل الحركة النسخة البنزين اللكجري أو 1.5 تي بنزين بتستخدم جير DSG من 7 سرعات. نسخة الهايبريد HEV أو هايبريد برضو نفس الجير المستخدم. الأداء تسارع كويس لكن مش زي النسخة الهايبريد، التسارع والتجاوب في البنزين يكون ممتاز في السرعات والمتوسطات، لكن لو بتحب تاخد دفعة من السكون فالهجينة تتفوق شوية. النسخة الهايبريد المحرك الأساسي برضو 1.5 لتر تيربو، لكن بيشتغل مع نظام هايبريد، موتور كهربائي وبطارية عشان يوفر استجابة أفضل، صوت أنعم واستهلاك أفضل. من الأرقام اللي اتذكر إن النسخة الهجينة المدمجة توفر استهلاك تقريبا 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر في بعض الحالات. التفاصيل الداخلية والكماليات والراحة، الدواخل فخمة ومريحة، خامات جلد أو شبيهة جلد في النسخ العليا. الكراسي مدعمة وبتكون فيها تعديل كهربائي للسائق، وبعض النسخ فيها ذاكرة للمقعد وتعديل الظهر. شاشة عدادات رقمية فيرتشوال كوكبيت، وشاشة وسط كبيرة للترفيه والمعلومات انفورتينمنت سيستم مع دعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. التكييف تلقائي مزدوج المناطق في الهايبريد والنسخ المميزة. سان روف بانورامي عشان يدخل هواء وضوء طبيعي. الإضاءة الداخلية المبهجة ambient lighting لو نسخة الفخمة. مساحات داخلية مريحة للركاب الأماميين والخلفيين. التخزين كافٍ، شنطة خلفية بمساحة محترمة. العربية مزودة بأنظمة سلامة متطورة EBS plus EBD ESP، وسائد هوائية متعددة. النسخة الهايبريد غالبا فيها ADAS مساعدات القيادة، مثل كبح طارئ تلقائي Automated Emergency Braking، الاحتفاظ في المسار Lane Keep Assist، مراقبة النقطة العمياء Blind Spot Detection في النسخة العليا، حساسات ركن وكاميرا خلفية، باب خلفي كهربائي، بس للأسف المرايات الجانبية يدوية مش كهربية. في الزحمة وضواحي المدينة النسخة الهايبريد تكون أفضل، صوت أقل، تسارع أسرع من الثبات، كفاءة أعلى في استهلاك البنزين. على الطرق السريعة البنزين يقدم أداء ثابت وقوي، والهايبريد ممكن تعطي دفعة إضافية لما تحتاجها، لكن الوزن الزائد للنظام الكهربائي ممكن يخليها مش بنفس خفة البنزين في بعض الظروف. الصيانة والمصروفات، بطارية الهايبريد ممكن تحتاج رعاية، لكن MG عندها خدمة وصيانة واسعة في مصر. قطع الغيار والتوكيلات موجودين، لكن تكلفة الصيانة للهجين أعلى شوية من البنزين العادي. السعر في مصر النسخة البنزين اللكجري سعرها 1,450,000، والنسخة الهايبريد سعرها 1,575,000، والأسعار دي بتاريخ نزول الفيديو. الضمان 6 سنين أو 150,000 كيلومتر. نيجي بقى قبل الفقرة الأهم، المميزات والعيوب. أداء جيد خصوصا النسخة الهايبريد، السعر مرتفع شوية بالنسبة للبعض خصوصا مع التأمين والضرائب. تقنيات وسلامة متقدمة. الوزن الزائد للعربية الهايبريد ممكن يأثر في التعامل في سرعات عالية. تصميم جذاب داخلي وخارجي. استهلاك البنزين في النسخة البنزين يكون أعلى لو سواق كتير جوه المدينة. راحة ورفاهية، خامات محترمة.
تكلفة الصيانة للهجين أعلى شوية، البطارية عمرها محدود لو ما سبتهاش تتصين. في الآخر MG HS 2026 بتقدم باكج كامل لمن بيحب العربية تكون فيها كل حاجة: شكل، رفاهية، أداء، كفاءة. لو انت بتتحرك كتير في المدينة وعايز راحة واستهلاك قليل، النسخة الهايبريد هتكون اختيار ممتاز، هتحس بحلاوة الاستجابة والتوفير. أما لو انت غالبا بتسوق على الطريق السريع أو مش مهتم بالهايبريد، النسخة البنزين هتدمغك بأداء ثابت مع تكلفة أقل شوية في البداية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. مستني تعليقاتكم وآرائكم في العربية. سلام.